على الخفيف بس تظهر من الحمام وبرواق. وفي ناس بيتحمموا كل يوم وشعرهم لظهرهم. هيدي ما خص جينات، بهالمواضيع في جينات وحسب انت قد ايه بتعرضيه للحراره. وبما انه عم نحكي عن الحراره، ممنوع نستعمل بيبيليس او فار بدون ما نستعمل هيت بروتكتنت، حمايه من الحراره. بنخده وبنستعمل شو ما كانت البراند. انا هيدي بحبها لانه جبت منه فار نفس البراند. نجي للفيتامينات والحبوب اللي البعض مدمن عليها والبعض مش قاطع من حدها. اذا شعرك بهل، ايه بدك تاخدي فيتامين. والدرماتولوج باي ذا واي بتوصف لك مرتين بالسنه، للي ما بيعرف مش مره مرتين. يعني نحن السنه 12 شهر، في 6 اشهر فيهم بدك تاخدي باكيه، 6 اشهر فيهم تاخدي باكيه ثاني باولها وباهي بتحسب لك اياهم، وحسب الدوز وحسب قد ايه طولك ووزنك. اوقات بيوصفوا لك حبتين بالنهار، اوقات حبه بالنهار، اوقات بتبلشي بحبتين بعدين بتصير حبه. المهم تعرفي انه اذا شعرك عندك بالعيله مثلا في سوابق فراغات او شعرك كتير رقيق، بدك تاخدي مثل الشاطره. انا اوقات بطنش، اوقات بستعمل بالزمانات اللي كنت استعمله غير هيدا، هلا عم بستعمل هيدا اسمه الين. واخر شيء طبعا بدك تكوني عامله فحوصات تشوفي اذا عندك نقص بالحديد، نقص باي شيء، في مشكله بالغدد، الاكل اللي عم تاكليه، لانه الاكل كتير بياثر على الشعر. بدك تشربي مي كتير، المي كتير بيفرق، وهالامور كلها. وشغله اخيره رح اقولها مع انه بالنسبه لإلي تحصيل حاصل، اذا بتعملي كل اللي قلت لك اياهم بس من التنين للاحد بتعملي سليك بن، هيدا اللي بينمسح مسح من قدام وبينشد الشعر بطريقه، وبتحطي موس وبيرجع جل، بيرجع سبراي، وبيضل مربوط مشدود، راح شغلنا على الفاضي. وخصوصي من قدام رح يصير عندك فراغات. يعني مثلا يومين فلتيه، نهار اربطيه، بس تربطيه ما كتير تشدي، ما تستعملي شيء كتير فيه مواد عاطله. يعني هيدا المستلا كتير منيح، اللوريال الموس منيح، كل شيء فيتو كتير منيح. هيدا باي ذا واي انتي فريز، يعني كل شيء هيك بيطير لفوق بتقدروا تثبتوه، بتربطوها لورا وهيك برواق. هيدا ماسك عادي، حطوا ماسك بعد ارحم من انه تحطوا جل كل الوقت. هالامور كلها. واذا بتستخدموا شيء من هيدا النوع، هول الستيكس يلي بتربطون، هول كتير مأذيين اذا بتكتروا منهم، بس تتركون لاخر مرحله اذا في بس كم شغله طايره. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. عم بتطبقي كل شيء بتشوفيه على التيك توك.